في وقت تطورت فيه آلات الحرث والبذر، لا يزال دم حندرسقي في قريته ببني معوش يعتمد على الطريقة التقليدية بالاستعانة بالثيران أو بما يعرف بالثيوها، واستخدام المحراث الخشبي بما له من فوائد على التربة والاعتناء بالأشجار المثمرة. يكون يدي فلاح نقواش يدير نتبع جديتنا نوفا ديما ولا نخدم نزيد كاعن نتبع نكون هكني نتميل نكرز ما لا ديال الوقت واش انا ديالو يوت الوقت باش نجمع الرزق انت في الخير ربي يورو وين كيسقار انت زارت تستطعم ساعه الغله العاليه سير خدم من شي تراكتور انا طلعت كيما قلت لك ديك الدن تاع مريوين يكشى على شي كشاكاني وشاو ناس دي سباب التراكتور يتميل في الشارع يشوفوا غمان مياش كاع كاين يطلعي متميل حراثيه يجمع امان فنقول تاسي الدوار وشي سجا كرا نتساويد الغلا ما خير نتينا وترك. بالرغم من الفوائد العديدة لهذه الطريقة التي تنعكس بالإيجاب على مردودية الإنتاج، إلا أن معظم الفلاحين يلجؤون إلى استخدام الوسائل الزراعية الحديثة كسبا للوقت وأقل تكلفة بالحرث بالثيران التي تعتبر متعبة وباهظة الثمن. بدلن وفن الروضع قلنا غو تراكتور خاصو لما تقارض تيوغا خير نروح تيوغا خير خلو نعدي مرا بليك تيوغا خير وتراكتور غلايت السوق بيسك على خاطري واش يجيكو تربين راه تربين تدا داعجمي ذا بصدق كشات يدريسين هتدريسيت هذي فهم هتخدم تكا وحدك وصنعت سبطاله ميثورو تدريسين راه غلايت السوق تروح تعجمي قدوني ثوري قينا كيقار 45 مليون تروح تيوغا كاين كيقار 80 مليون. على قلة الثيران المدربة يتمسك المزارعون في القرى والمداشر بطريقتهم التقليدية في الحرث متشبثين بالأصالة، فالدواب تذكرهم بماض بدأ يتلاشى وحكايات يحنون إليه على الدوام، فالحرث بالثيران يتجه من يوم إلى آخر نحو الاندثار ما لم تتوارثه الأجيال القادمة. كيفاش تعلمت ترى لجدودك تعلمت وحدك؟ خاطين كيعلمت في مولاني وفي عند بابا يخدم هكا وفي عند يما يخدم هكا لما انا تصل مزيان بوسا وشينا راه ولو فينا راه ندير المذنوش الحكومه نعيدوش تفكير القيمه تو كنت تفكيش القيمه اتنمذن اكني المذن اي ناطنين ومن بعد تلمش فكينا راه القيمه جانش باندوني راه قريب ذي اللعيبه تعديت في لافيد شو جكر نغات الزحف تغيود ذي لعيب وبورتوجي كغيو القرن سنة عمر وخام الدنيا قرنك تبنى في شو جكر. أيا ربي إليك ذا معيون نسدو ضاك ويدي في اللحن ذي الشثوى مرا كرزني وسمي ذي فلوان ونفذو مرا سروثان إن شاء الله صفا أتكيا.